السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعي الاوفياء. اليوم ان شاء الله اقتراح اليوم غندير لكم واحد الكيك اللي بسيط وسهل واقتصادي، ولكن كيجي رائع. كيجي هادو لي كيك اللي كنستعملوا في الكوتي ديما، ماشي يعني شي كيك اللي خاص ولا فيه قوه الكريمات ولا شي حاجه. بلوغو ديال الشوكولا هانتوما كتشوفوا خضره بودره بالنكهه ديال البرتقال. ما نطولش عليكم، كيك بسيط ولكن رائع رائع، ثقوا بيا، تجربتي الخاصه اللي داقوا عندي كيعجبوا، وانا كنديرو زعما بزاف. كيجي بحال فوغينواغ ولكن هو لا غير عادي بسيط وكيجي رائع في المذاق. المقادير على بركه الله: عندنا 2 بيضات، حتى البيض ما فيهش كتير ولا شي حاجه كثيره، نتوما كتشوفوا 2 بيضات. عندي كاس ديال السكر سنيده ما عامرش بزاف لان كاين الشوكولا الحلوه، كاس ديال الزيت ما عامرش، كاس ديال كاوبيل ولا نيسكويك ولا شي حاجه، يعني الشوكولاط ديال الحليب الحلو. وانا غير هذه اختياريه ما كايناش في سميتو، ولكن هذه الكاكاو انا كنزيدها باش ما يجيش حلو بزاف وباش يعطي حتى اللون، حيت الكاوبيل ولا هذاك الشوكولا ديال الحليب ما كيكونش غامق اللون ديالو. وعندنا كاس ديال العنبه ديال الحليب حتى هو، وعندنا هاد معلقه ديال لي زست ديال الليمون، وعندنا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. كل شيء كاس 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 الزيت السكر والزيت والكاوبيل والحليب، ولكن الدقيق 3 د الكيس 3 د الكيسان ديال العنبه، وجوج ديال هادو بيكين باودر ديال الخميره. الدقيق غنغربلهم بطبيعه الحال، درت فيه واحد رشيشه د الملحه عادي. اللي ما عندوش هاد لي زيست يدير مثلا اللي عنده حتى الحم، ولكن هادو في الحقيقه ديال البرتقال كيتواتاو بواحد الشكل رائع مع لوغو ديال الشوكولا. غندير كالعاده هاد الكاس ديال السكر ما عامرش اللي كيبقى حسب الذوق، اللي بغى يكملوا هاد القشور ديال البرتقال، وغادي نخدم هاد السكر مع البيض حتى يترغوا لي الخليط، ونتلاقاو باش نضيفوا باقي المقادير. دابا في هاد الاثناء غنضيف الحليب وغنضيف هذاك الزيت، طريقه بسيطه وسريعه ما فيهاش شي مسائل معقده. نخدموا البيض باش يجينا الكيك ديالنا خفيف، وانا كل شيء غنغربل هاد الشوكولا بودره مع الدقيق، وغنبقى نضيف شويه بشويه حتى نحصل على خليط متجانس، وها الكيك ديالنا موجود. الخميره ما نضيفوهاش في الاول حتى نوضعوا نص الكميه ديال الدقيق تقريبا. انا دابا غادي حتى هي غربلتها درتها في الجنب صافي بهذا الشكل هانتوما كتشوفوا. جربوه ثقوا بيا كيجي رائع رائع غزال، كيجي مهوي وغزال. حنا ملي غادي نخلطو غنوريكم كثافه العجين ولا الشكل ديال الكيك كيفاش كيجي. الشكل ديال العجين ديال الكيك ديالنا كيجي هكا، كيجي معلك بحال اللي كنقولوا، ماشي خفيف بحال الكيكه مثلا العاديه. كتجي رائعه رائعه، ديك النسمه ديال البرتقال مع النكهه ديال الكاكاو وديال الشوكولا اون جينيرال كيتواتاو. دابا غنفرغها في المول. ما كتبغيش شي تقنيه في الخدمه ولا شي حاجه عاديه، وجربوها ثقوا بيا، زوينه بزاف. انا غنصبها في المول دابا وغندخلها لواحد الفرن بارد بحال العاده صافي، ونتلاقاو ملي توجدي ان شاء الله. الله يصدق. الكيك ديالنا من بعد ما خرج من الفران هانتوما شوفوا كيفاش كيجي رائع. هانتوما هشيش، ديك الحليب كيفتيه وديك النكهه طالعه منه د البرتقال. المهم غنخليوه شويه يبرد وغنسقيوه. غناخذوا واحد 2 ولا 3 د المعالق ديال العسل، وغناخذوا واحد، عندي هنا 8 ديال قطع الشوكولا بيضاء حتى 10. غندير هاد العسل فوق النار حتى يغلي، ومني يغلي غنوضع فيه هاد القطع ديال الشوكولا الذوب، ونتلاقاو باش نسقيو به الكيك ديالنا. كيجي رائع مع هي اللون ديالها هكا كحله، وهذا كيجي
هانتوما غتشوفوا وكيجي المذاق زوين. كنتمنى اقتراح، هانتوما شفتوا الكيكه بسيطه ما فيهاش شي حاجه، ولكن وحتى طريقه التحضير ديالها سهله، ولكن ثقوا بيا جربوها كتجي زوينه. هانتوما كتشوفوا العسل ماشي غير ندفيوه، يعني بحال هكا يطلع الغليه ونضيفوا فيه هاد القطعه الشوكولا البيضاء، كيجي واحد بحال لوغود الكراميل كيولي فيه، كيجي واحد الكلاصاج رائع. وجدت واحد شويه ديال كاوكاو ولا فول سوداني كونكاسي باش غادي نزينها. هذا اقتراح من عندي، بامكانكم ديروا غير لا كونفيتور وتدهنوها بلا كونفيتور وترشوها باش ما بغيتو. هادو غير اضافات اقتراحات كما قلت لكم من عندي. مهم الكيك على حسابي جربوه كيجي رائع. انا غنستمر. هانتوما شفتوا كي كيولي صافي تقريبا صباح جاهز. انا غنتاكد بان ما بقاوش كويرات الشوكولا. نفرغوه فوق الكيك محدو سخون. انا درت الشبكه ودرت الطبسيل من التحت. باش الا هبطات شي حاجه نعاود نجمعها. راه كيجمد دغيا لان كنعرفوا دابا البرد. غنوزعو. انا صبيت عليها، نتوما شوفوا كيهبط على الجوانب كيجي بحال الكراميل تماما. غندير واحد شويه ديال كيبقى اختياري هاد التزيين كله. هي في الحقيقه كما كنقولوا مدوزه راسها. انا باش يبقى المنظر باين غنديرو غير هكا. غنستمر نوريكم الشكل النهائي باش ما نطولش عليكم. الشكل النهائي للكيك ديالنا هو هذا. هانتوما كتشوفوا انا درت له جوز هذا الفول السوداني غير هنا الوسط باش يبقى هذا الكلاصاج كيبان. كيجي بحال الشكل ديال الكراميل، كيجي لذيذ وزوين. وانتم كتشوفوا زعما سهل في التحضير واقتصادي. هانتوما تشوفوا الشكل ديال الكيك ديالنا كيفاش كيهبط لان درتها فوق الشبكه. كيهبط ديك الكلاصاج على الجوانب. داكشي ما بغيتش نغطيها كلها كاوكاو ولا بالفول السوداني. كنتمنى الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم. كيكه بسيطه لا في تحضيرها ولا في مقاديرها، ولكن ثقوا بيا المذاق روعه. غنخليها تبرد واحد شويه. غادي نقطع لكم تشوفوا كي كتجي الكيك ديالنا. ها الشكل ديالو كما قلت لكم كيجي خفيف رائع بزاف. نتوما كتشوفوا هانتوما تشوفوا الشكل ديالو. ها كيجي خفيف وزوين ولذيذ وسهل كما قلت لكم. كيستحق التجربه. اللي عجبو الفيديو اليوم يدير له لايك، اشتركوا في القناه ديالي باش توصلوا بكل ما هو بسيط. الكيك كله كيبغي حتى يبرد عادي نتناولوه. هذا ملي كيبرد كيزيد كما كنقولوا كيتعلك. هذا الكلاصاج هذا كيجي بحال الشكل ديال الكراميل. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي زوين حتى هو. تغيير ديما كنديروا الشوكولا نوار فوق لي كيك ديالنا. يمكنكم تدهنوها غير بالعسل بوحدو ولا بلا كونفيتور. الى اللقاء في فيديو قادم وصفه جديده بحول الله. اللي كنتمنى هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وينجحوا معكم. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير باش نعرف رايكم في وصفاتي. الى اللقاء. استودعكم الله. فرصه مقبله ان شاء الله.